عمرك سألت نفسك هو اليوم بيروح فين؟ انت صحيت وعشت وتعبت واليوم خلص، بس مش فاكر انت عملت ايه. بتصحى الصبح وانت ناوي تنجز، ناوي تتغير، ناوي تبدأ من جديد وتقول النهاردة غير، النهاردة انا هظبط نفسي. وبتعمل ايه؟ ولا حاجة. مش عشان انت كسول، ولا عشان انت فاشل، ولا عشان انت مقصر، لا، عشان انت تايه. احنا عايشين في زمن غريب، زمن اليوم فيه بيخلص سريع والعمر بيجري واحنا واقفين مكاننا. الغريب ان كل الناس بتشتكي نفس الشكوى، مفيش وقت. وقت ايه؟ اليوم 24 ساعة، زيك زي اي حد ناجح في الدنيا، زيك زي اي حد وصل، زيك زي اي حد حقق اللي نفسه فيه. يبقى المشكلة مش في الوقت، المشكلة فينا. احنا ما بقناش بنستخدم الوقت، احنا بنستهلكه. زي واحد ماسك مية في ايده وسايبها تنساب وهو واقف يتفرج. تمسك الموبايل تقول 5 دقايق. 5 دقايق ايه؟ دي كدبة، فيديو ورا فيديو، صورة ورا صورة، اشعار ورا اشعار، والصوت جوه راسك بيقول لسه بدري. وفجأة تبص في الساعة تلاقيها 6، وبعدها تلاقيها 10، وبعدها تلاقي اليوم خلص. وأكتر حاجة مرعبة إنك مش حاسس إنك ضيعت وقت، إنت حاسس إنك كنت مشغول. الموبايل مش بيسرق الوقت، الموبايل بيسرق إحساسك بالوقت، يخليك فاكر إنك عايش وإنت في الحقيقة بتضيع عمرك. وبعد كده تيجي الكدبة الكبرى، الكدبة اللي محدش فينا بيعترف بيها. هعملها بعدين لما افضى، بعدين لما ابقى في مود، بعدين لما اتحسن نفسيا، بعدين لما الظروف تظبط. ومين قال ان الظروف هتظبط؟ ومين قال ان بعدين ده موجود اصلا؟ الحقيقة القاسية ان مفيش وقت اسمه بعدين، في وقت اسمه دلوقتي، وفي وقت اسمه فات. اكتر احساس موجع انك تحس انك متأخر، انك واقف والدنيا جريت قدامك. تفتح السوشيال تلاقي ده سافر، وده نجح، وده اشتغل، وده اتجوز، وده بقى حاجة، وانت نفس المكان، نفس الاحساس. وتقعد تسأل نفسك انا ليه كده؟ انا ناقصني ايه؟ ولا حاجة، انت بس مرهق، مشتت ومكبوت. احنا بقينا نفكر اكتر ما بنعمل، نخطط اكتر ما نتحرك، ونجلد نفسنا اكتر ما نسامحها. عايز اقولك حقيقة وممكن توجعك، الحياة مش محتاجة حب ولا شغف ولا طاقة إيجابية. الحياة محتاجة خطوة صغيرة، مملة، متكررة، بس صادقة. ربع ساعة في اليوم أحسن من ساعة ما بتتعملش. خطوة وانت مش جاهز أحسن من انتظار وانت عمرك كله واقف. محدش هينقذك ومحدش هيجي يقولك اتفضل وقتك جه. الوقت بيعدي سواء انت جاهز أو لأ. ولو انت سامع الكلام ده وحاسس انه بيزق في حتة جوه قلبك، فاعرف انك مش لوحدك. بس اعرف كمان ان الفرق بينك وبين غيرك ان غيرك قرر يبدأ. والسؤال هنا